بتيجي لحرف يا رجل في القرآن الكريم. شوف المدلولات والمعاني، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. عندك مثلا في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بنلاحظ الله عز وجل لم يذكر الواو عند ذكر أبواب النار، وذكر الواو عند ذكر أبواب الجنة. عن أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما في واو. وعن أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت. لماذا ذكر الله الواو عند ذكر أبواب الجنة ولم يذكرها عند ذكر أبواب النار؟ أنا متحمس مليار بدي أعرف بصراحة. نزل القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين. وفي اللغة العربية الواو متى تذكر؟ بعد 7. يعني العرب لا تقول 1 و2، بيضحكوا عليك العرب إذا بتقول 3 4 كمل 6 7 و8. يا عيني عليك، لا تذكر الواو إلا بعد 7. هكذا في لغة العرب أبواب جهنم 7 فلم تذكر الواو، وأبواب الجنة 8 فذكرت الواو. ارجع لكل آيات القرآن الكريم بناء على هذه القاعدة، هيك راح تلاقي يقولون 7 وثامنهم كلبهم، شو بداية الآيات؟ 3 رابعهم كلبهم، يقولون 5 سيقولون 3 رابعهم كلبهم، أقل من 7 فيش واو. ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. روح كمان في آيات كثير هلأ بنذكر بعض. واو. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بعد 7 في واو. كتاب أحكمت آياته. هذا وإحنا إذا بدنا ندخل على الإعجاز العلمي في القرآن شيء عجيب، إذا بدنا نروح على الإعجاز الرقمي في القرآن شيء عجيب. ولذلك من الأمور التي تثبت أن الإسلام هو الدين الحق ترجع للآية الكريمة وغيرها من الآيات: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.